اغرب واجمل المواقف في حياه الشيخ الشعراوي. في يوم من الايام كان الشيخ الشعراوي بيلقي محاضره على الطلاب في جامعه القاهره. بعد الشيخ ما خلص المحاضره وراح للعربيه بتاعته علشان يركبها ويمشي، وفجاه الناس اتلمت حوالين العربيه ما كانوش مصدقين نفسيهم ان هم شافوا الشيخ محمد متولي الشعراوي، وكانوا فرحانين بيه جدا جدا لدرجه ان هم كانوا هيشيلوا العربيه من على ارض الشيخ. الغريب بقى في الموضوع ان الشيخ الشعراوي في الوقت ده فضل يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال للسواق اطلع بسرعه، وده من كتر الناس اللي كانت ملمومه حواليه. وقت ما كان الشيخ ماشي في الطريق قال للسواق اقف هنا، وبعدها الشيخ نزل من العربيه ودخل المسجد. ابنه والسواق اللي موجود في العربيه قال لك ده هيعمل حاجه في المسجد وهيجي على طول، لكنه قعد فتره طويله جوه، فابنه قلق عليه فقرر ينزل من العربيه علشان يروح يشوفه واتاخر ليه. المفاجاه هنا بقى لانه لقى الشيخ محمد متولي الشعراوي بنفسه بيمسح وينظف الحمامات بتاعه المسجد. ابنه اتصدم من المنظر اللي هو شايفه وقال له ليه يابا بتعمل في نفسك كده؟ شوفوا الشيخ رد على ابنه وقال له ايه: حسيت ان الغرور كان هيدخل نفسي، لما الولاد اتلموا عليا كانوا هيشيلوني بالعربيه، نسيت ان بعد شويه هتشال على خشبه، انا بقى عايز اذلها.